السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات جنات الجلالية. نتمنى أنكم بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم جيتكم بهذه الحلوى البنينة اللي دايرة حالة في المواقع التواصل الاجتماعي. اليوم رايحين نديروها بطريقة سهلة جدا، والبنة نتاعها ولا أروع، عندهم الحق كما شكروها هي كذلك. إذن بدون إطالة نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونروح للمقادير. قبل ذلك ما تنسوش الإعجاب والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد بحول الله. هنا عندنا نصف كأس نتاع السكر اللي يوزن دائما 220 غرام، عندي نصف كأس نتاع الزيت، وعندي نصف كأس نتاع عسل، لافاني، 3 بيضات، وما ننساوش القرصة نتاع الملح والفرينة. هنا هذه هما القوالب اللي رايحة نطيب فيهم الكيك نتاعنا. الطول نتاعهم 35 والعرض نتاعهم 10 سنتيمتر. كما نقدروا نديروها في مول واحد نتاع مثلا 30 على 24 أو 35 على 25. إذن في إناء هنايا في كسرونة أو مقلة نحطوا نصف الكأس نتاع السكر نتاعنا، ونديروا الرشة نتاع الملح، نزيدوا نضيفوا العسيلة أو العسل سواء كان تاع برا أو اللي خادمينه في الدار ما يفرقش. إذا نضيفوا كذلك نصف الكأس نتاع الزيت إذا كان ممكن، ولا عندك موجود الزبدة أو المارغرين نضيفوا مغرف. إذا كانت غير موجودة نديروا كأس إلا ربع نتاع الزيت فقط، وتجي كذلك هايلة هذه الكيكة. هنا نخلطوا المواد كلها مع بعضها حتى تنسجم كامل مع بعضها، ونحسوا بهذاك السكر بدأ يدخل في المكونات الأخرى. هنا نخلطوها قليلا، ثم نروحوا نحطوها على نار تكون أقل من المتوسط شوية باش ما يتحرقناش هذاك السكر. ونبداو دائما نكملوا في الخلط، يعني نخلطوها مليح حتى نحسوا هذاك السكر كامل راه ذاب كما راكم تشاهدوا في الصورة. هنا في هذه الأثناء نضيفوا نصف مغرف صغيرة نتاع بيكربونات الصوديوم، هنا الغذائية طبعا، ونبداو نخلطوا. شوفوا التفاعل نتاعها وتعطيها واحد الهشاشة هذه المغرف، يعني رائعة. هنا وكل ما يزيد نخلطوا رايحة يتبدل لنا يغمق اللون نتاع هذاك الخليط نتاعنا كما راكم تشاهدوا. هنا هاو مازال فاتح وراني نخلط فيه. شوفوا هنا زاد غمق شوية، وكل مرة يزيد يغمق شوية حتى وحنا نخلط. إذا كي نكملوا هنا نحطوه في إناء يكون آخر باش يبرد لنا شوية، ونخلطوا دائما نبداو نخلطوا فيه حتى يبرد لنا باش نضيفوا المكونات الأخرى. هنا راني فرغته في هذا الإناء هنايا، ودائما راني نخلط حتى يبرد لنا شوية. هنا ما تخافوش يولي كي الكراميل لزج شوية. هنا في هذه الأثناء نضيفوا 3 مغارف نتاع الحليب ونخلط رايحين يزيدوا يبردوا شوية. وهنا ضفت المغرف نتاع المغرف صغيرة نتاع فانيليا. نبدأ نخلط، راه مازال شوية سخون هنايا. نبدأ نخلط حتى يولي لنا سائل وما يكونش هذيك التكتلات كامل. هنا يكون لزج نوعا ما، ونخلط دائما بالفوي كما راكم تشاهدوا. ما نحبسوش كامل من الخلط باش يجينا الجاتو نتاعنا هشيش. هنا راني نتوشيه بالصبع نتاعي نصيبه برد ولا لا. وهنا شوفوا كيفاش زاد غماق في اللون نتاعو، كل ما يبرد يزيد يغمق في اللون. في هذه الأثناء نضيفوا البيض نتاعنا، نضيفوا البيضة الأولى ونخلط، ثم نضيفوا
البيضات اللي مازالوا انا ضفتهم كامل وبديت نخلط. بعد ما يدخلوا هذاك البيض مليح مليح في الخليط هنا رايحين نضيفوا الفرينة او الدقيق الابيض اللي ضفت له مغرف صغيرة نتاع خميرة الحلوى او البيكينج باودر او لا ليفور شيميك، كلهم نفس الاسم. هنا راني مغربلة اكيد الفرينة نتاعي ونضيف بالكاس. هنا هذه الحلوى ترفد من 4 إلى 5 كؤوس نتاع الفرينة. 3 كيسان الاولى نضيفوهم على بعض، اما الزوج كيسان الرابع والخامس نضيفوهم على الدفعات باش ما تبسلناش الفرينة او ما تغلبناش الفرينة، ونكونوا عجينة تكون لينة بطبيعة الحال. انا رايحة نقسم هذه العجينة على 2، إذن رايحة نخليها شوية ناقصة فرينة باش كي نزيد الكاكاو في القسم الثاني رايح يكون هذاك هو العجين تاعي، يكون هذاك هو، والقسم الآخر نزيد له شوية فرينة. أنا العجينة تاعي كامل أو الكيكة تاعي رفدت لي تقريبا 4 كؤوس ونصف كأس نتاع الفرينة. هنا راني جمعت العجين تاعي وقسمته على 2 كما راكم تشاهدوا. القسم الاول ضفت له مغرف كبيره نتاع الكاكاو من النوع الجيد بطبيعه الحال باش تكون بنينه الكيكه نتاعنا. هنا ندخل هذاك الكاكاو كامل في العجينه الاولى ونخلي العجينة الثانية اللي زدت لها مغرف نتاع الفرينة. هنا كل عجينة بدورها قسمتها إلى 2 أقسام وجبت المول نتاعي وبديت جبت ورق الزبدة وقطعته على حساب القاعدة نتاع المول نتاعي من تحت قصته، وبديت وحليت القسم الأول نتاع العجينة الأولى. بديت بالعجينة الأولى هنا على حساب هذاك البابي سولفيريزي نتاعي اللي راح في مقاس المول نتاعي. هنا باش نسهل الخدمة، شوفوا كيفاش الخدمة تجيك سهلة، ترفدي وتحطي في المول، ما كان ما تعيي روحك ما والو، يكونوا الجوانب كاع ملاح. بعد ذلك نثقبها بهذاك المول اللي ثقب او بالفرشيطه برك، ونسقم الجوانب كامل بالاصبع نتاعي فقط، ونحط المعجون تاع المشماش نتاعي. درت 2 مغارف او 3 صغار نتاع القهوه، يعني المغرف نتاع القهوه، ونحط هذاك المشماش كطبقه. وانا كاضافه زدت شوية نتاع حلوة الترك أو الشامية كما فيها مخدومة. هذه حلوة الترك فيها البيستاش اللي زادها بنة. هذه الكيكة نتاعنا. حطيت القسم الثاني كما راكم تشاهدوا، نسقموا الأطراف أو الجوانب هكذا بالأصابع نتاعنا، ونزيدوا نثقبوا من فوق باش ما تنفخناش في الفرن. هنا نثقبوها من فوق بالفرشيطة كما راكم تشاهدوا. وفي هذا الوقت راني نسخن في الفرن نتاعي على 180 درجة. وهنا درت نفس الشيء بالعجينة الثانية اللي زدت لها الكاكاو، يعني قسمتها على 2 وحطيت القسم الأول ثقبته، ثم حطيت عليه المعجون تاع المشمش، ثم حطيت عليها شوية نتاع حلوة الترك، يعني مقدار مغرف كبيرة فقط، وتقدروا تعوضوها بالمكسرات ولا اللي عندكم. نسقموا مليح في المول نتاعي باش ما يخرج لناش المعجون، ونحطوا الطبقة نتاع المشمش، المعجون تاع المشماش عفوا،
ثم شوية نتاع حلوة الترك عطاتها واحد البنة رائعة، ونحطهم في الفرن على 180 درجة لمدة 25 دقيقة إلى 30 دقيقة حسب كل فرن تاع كل واحد، حتى تحمرنا من الفوق وعلى الجوانب. هنا كي نكملوا الطيب لنا ما كله نحيو هذا كل الجوانب تاعها، يعني راهي طيب قد يعني ما فيهاش الجوانب ما تكونش خارجه منا. وهنا راني نروح نحطهم في الفرن، وهنا راهم طابونا كما راكم تشاهدوا. شوفوا اللون تاعهم جا هايل، يعني سواء تاع الكاكاو او الاخرى. نقلبهم في يعني قلبتهم هكذا كما راكم تشاهدوا. شوفوا كيفاه جاو هايلين. نحيت الكارطة تاعهم، خليتهم بردوا شويه، يعني ما تخلوهمش يبردوا كامل. نحيت يعني الجانب منه ومنا برك، كفاني بزياده هذاك البقايا نتاع الكيكه نتاعي اللي نحيته منه ومنا وغربلته في صفايه كانت خشينه شويه نوعا ما، كانت كفاتني بزيادة في هذيك التزيين تاع الحلوى نتاعنا لنهار اليوم. ودرت تزيين مختلف حسب الذوق، كل واحد حسب الذوق نتاعو. درت فيلي دو زاموند والبقايا نتاع الكيكة، درت بالكيكة فقط، ودرت وزدت الفرميسيل نتاع الشوكولا كما راكم تشاهدوا دائما في الصورة. شوفوا كي قسمتها على 2 كيفاش هذيك الطبقات تبان، يعني معلكة، يعني انديغي باتيسري. والله العظيم يعني بنة عظيمة في هذه الحلوى. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم ورضاكم. وما بقى لي الا نقول لكم الى وصفة جديدة بحول الله. دمتم بخير.